السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو عايزه تعملي تحليه بالمانجا وتكون سهله وسريعه بدون بيض ولا زبده ولا كريم شانتيه ولا اي مكونات مكلفه، كمان ما تقفيش في المطبخ كتير. جربي الوصفه دي، هيفوتك كتير لو ما جربتيش المانجا كده. وكل ده هنعمله بمنجايه واحده بس. كل قطعه تاكليها هتلاقيها كده غرقانه في المانجا. يلا بينا نشوف الطريقه والمقادير هنعملها ازاي. بس قبل ما نبدا ما تنسوش تشتركوا في القناه وما تنسوش اللايك. يلا بينا نشوف الطريقه والمقادير. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا اول حاجه كده منجايه، بنجيبها وبنغسلها كويس جدا وبننشفها. بعد كده نبتدي ان احنا نقشرها كده بالقشاره، بتكون حلوه جدا، ما بتطلعش كده في اللحم بتاع المانجا، بتطلع القشره تبقى رفيعه جدا. شايفين بتكون عامله ازاي؟ فما بنهدرش كده من المانجا. وزن المانجا اللي انا استخدمتها كان 380 جرام. كمان نوع المانجا كان المانجا النعومي، بتكون كده القشرة بتاعتها ملونة، بتكون حلوة جدا في وصفات اللي احنا بنكون عايزين فيها شرايح من المانجا او مكعبات من المانجا. بتكون سهل جدا كده ان احنا نقطعها. في الوصفة ديت انا هستخدم المانجا هنا مكعبات، وما ينفعش ان احنا نستخدم المانجا الزبدية. المانجا الزبدية بتكون حلوة جدا للاكل او ان احنا نستخدمها في العصير، وكمان بتكون حلوة جدا في التخزين. بعد ما قشرت بقى المانجا بالشكل ده هبتدي ان انا اقطعها علشان اقطعها مكعبات. كمان تقدروا تعملوها باي نوع فاكهة انتوا بتحبوه، بس احنا دلوقتي في موسم المانجا فهنبتدي بقى كده ان احنا نستغله ونعمل منه احلى الوصفات. زي ما احنا مش شايفين، بمنجاية واحدة بس نعمل تحلية حلوة جدا. الجو دلوقتي بيكون حر، فبنبقى محتاجين كده نعمل حاجة حلوة سهلة وسريعة وفي نفس الوقت ما تاخدش مننا وقت. وهقول لكم على البدايل في المقادير اللي احنا هنشتغل بيها علشان لو في اي مكون مش موجود عندكم. باخد بقى المانجا كده وابتدي ان انا اقطعها بالطول. بعد كده هبتدي ان انا اقطعها بالعرض عشان تدينا شكل مكعبات. ما شاء الله المانجايه الواحده عملت لنا كميه حلوه جدا من المانجا. بعد كده هنحضر الاطباق او كاسات او كوبايات، اي حاجه موجوده عندكم تقدروا ان انتوا تحضروا فيها التحليه. ما توقفوش نفسكم عند اي حاجه، اللي موجود عندكم استخدموه. وهبتدي ان انا اوزع المانجا على الاطباق. يعني تقريبا كان تلت الطبق كده في مانجا او معلقتين كبار من المانجا على حسب الحاجه اللي انتوا بتعملوا فيها التحليه. بعد ما وزعت المانجا هبتدي ان انا احط فيها بسكوت، بكسره كده بطريقه عشوائيه، واي نوع بسكوت انتوا حابينه شاريينه او عاملينه في البيت. انا بصراحه البسكوت ده عاملاه في البيت، فابتدي ان انا احط كده وحدتين. والبسكوت هنا اختياري، عايزين تحطوه حطوه، مش عايزين استغنوا عنه خالص. ولو عايزين تعملوا البسكوت في البيت، انا كنت عامله وصفات حلوه قوي للبسكوت على القناه لو حابين ان انتوا تشوفوها. انا بصراحه كنت قلبت المانجا مع البسكوت بس الكاميرا كانت فاصله، فانا بوريكم ان انا ما عملتش اي حاجه غير ان انا قلبت البسكوت مع المانجا علشان عايزه المانجا تكون هي اللي على وش الطبق. ممكن تحطوا طبقه البسكوت من تحت، بعد كده تحطوا طبقه المانجا زي ما انتوا حابين. هنركنهم على جنب وهنحضر الخطوه اللي بعد كده. معانا حله او كزرولة او لبانه، اي حاجه موجوده عندكم. وهبتدي ان انا اضيف فيها 3 كوبايات من اللبن، يعني 600 ملي. واللبن هنا بيكون بارد. لو انتوا هتستخدموا اللبن من عند اللبان، طبعا بنجيبه وبنغليه كويس جدا وبنسيبه لحد ما يبرد. ما ينفعش ان احنا نستخدم اللبن سخن او دافي. معايا بعد كده باكت من بودرة الكريم كراميل، بيكون في السوبر ماركت اي نوع انتوا حابينه. بيكون جواه كده الصوص العسل، وبيكون معاه كمان الكيس اللي بيكون جواه بودرة. انا هستخدم الكيس اللي جواه البودرة، ما بستخدمش الا الصوص بتاعه. لو انتوا حابين تستغنوا عن بودرة الكريم كراميل، ممكن تضيفوا 3 معالق كبيرة من النشا او 3 معالق كبيرة من بودرة الكاسترد زي ما انتوا حابين. كمان ضفت عليهم معلقة كبيرة من النشا ومعلقتين كبار من سكر حبيبات، يعني 30 جرام. بقلبهم بقى كويس جدا كده على البارد لحد ما السكر يدوب وبودرة الكريم كراميل. بعد كده باخده ومع التقليب المستمر على نار عالية نبتدي ان احنا نقلبه لحد ما يغلي معانا الخليط. اول ما يغلي نسيبه كده يغلي تقريبا لمدة دقيقة عشان نتأكد ان هو استوى معانا. الخليط بعد ما بيستوي ما بيكونش تقيل معانا كده زي المهلبية، بيكون القوام بتاعه خفيف شوية، لكن لما بيدخل التلاجة هتلاقوه متماسك ومظبوط جدا جدا. طبعا بودرة الكريم كراميل بيكون مكتوب عليها ان احنا نضيف عليها كوبايتين ونص من اللبن وعليهم بودرة الكريم كراميل، لكن انا هنا عشان زودت كمية اللبن فزدت معاهم معلقة كبيرة من النشا. وده كده بقى بعد الغليان واستوى معانا. بوريكم القوام بتاعه بيكون خفيف، لكن بعد ما بيبرد بيرجع ان هو يتقل معانا. باخد بقى الخليط كده وهو سخن، ما نسيبوش يبرد خالص، ونبتدي ان احنا نحطه كده على الخليط اللي احنا عملناه اللي هي كان فيها مانجا وبسكوت. وبنسيب تقريبا سنتي كده من فوق عشان لسه هنحط اخر طبقة معانا. شايفين بقى بينزل معانا كده بكل سهولة، ما فيهوش تكتلات ولا اي حاجة.
علشان وهو بيستوي لازم نقلب كده فيه باستمرار عشان ما يكلكعش. ما شاء الله الكمية عملت لي 6 اطباق، وكمان عمل طبق تاني انا عملته كده كريم كراميل من غير اي حاجة. بيكون كده في فقاعات من على الوش نبتدي ان احنا نضغط عليها بتختفي، ولو سيبناها عادي جدا لان احنا لسه هنحط طبقة فمش هيبان معانا. انا بضغط كده على البسكوت علشان انا عايزة المانجا هي اللي تكون ظاهرة معايا بالشكل اللي احنا شايفينه كده. طبعا مجرد ان احنا هنسيبه يبرد وندخله التلاجة هتلاقوا الطبقة اتمسكت معانا على طول. عايزة اقول لكم ريحته بجد حلوة جدا جدا، جربوها انا متأكدة ان شاء الله ان هي تعجبكم. بعد ما بخلصه بقى بسيبه يبرد وبدخله التلاجة، بسيبه تقريبا نص ساعة او ساعة لحد ما نلاقي الطبقة كده معانا بقت متماسكة. وهنحضر بعد كده اخر طبقة وهي طبقة الجيلي. معايا باكت من الجيلي، ده جيلي بطعم المانجا برضو اي نوع انتوا حابينه، بس انا مش هستخدم الباكت كله، انا هستخدم بس نص يعني تقريبا معلقتين كبار. وبشيل الكمية الباقية في التلاجة ما بيحصلهوش اي حاجة. بعد ما احط بقى كده كمية الجيلي بكون محضرة معايا ربع كوباية من المية المغلية، يعني 50 ملي. لازم ندوب الجيلي في المية المغلية عشان حبيبات الجيلاتين كده تفك معانا. بعد كده هبتدي بقى ان انا اقلب كويس جدا لحد ما الاقي ان الجيلاتين فك معايا وداب ومبقالوش كده اي اثر. ممكن نلاقي كده كمية صغيرة بسيطة ما يجراش اي حاجة مش هتأثر. بعد ما بدوبه بقى بالشكل ده هبتدي ان انا احضر معايا ربع كوباية من المية الباردة او مية عادية جدا من الحنفية، وابتدي ان انا اضيفها على الجيلي. وبرضو هبتدي ان انا اقلب وبقى كده جاهز معايا طبقة الجيلي. بتكون بقى طبقة الكريم كراميل اللي احنا عملناها بقت متماسكة، هبتدي ان انا احط عليها الجيلي. طبعا ما ينفعش ابدا ان احنا نحط عليها غير لما طبقة الكريم كراميل تكون متماسكة، لان لو هي مش متماسكة اول ما هنضيف كده الجيلي هتلاقوا الطبقتين دخلوا ببعض. بحط في كل طبق تقريبا معلقتين كبار، ولازم اغطي كده المانجا علشان المانجا متسودش معايا او تتبل. بيكون كده الجيلي طبقة حماية للمانجا، وكمان بيديها طعم حلو جدا جدا. بعد ما بخلص بقى كده كل الكمية ببتدي ان انا ادخلها التلاجة لحد ما طبقة الجيلي تتمسك معايا. ولو انتوا بقى مستعجلين عليها تقدروا ان انتوا تدخلوها الفريزر تقريبا كده يعني ربع ساعة، وبتلاقوا طبقة الجيلي بقت متماسكة معانا وبتطلعوها. انا بصراحة دخلتها في التلاجة يعني تقريبا كده 10 دقايق، لكن انا كنت مستعجلة عليها عشان التصوير فدخلتها الفريزر، يعني ما كملتش كده 10 دقايق ولقيت طبقة الجيلي بقت متماسكة معايا زي ما انتم شايفين كده. ما شاء الله طالعة تحفة. طبقة الجيلي متماسكة وطعمه حكاية بجد، لازم تجربوها. شايفين بقى عاملة ازاي طبقة الجيلي مع الكريم كراميل مع المانجا والبسكوت؟ بجد تحفة حلوة جدا جدا. انا متأكدة ان انتوا لو جربتوها مش هتبطلوا ابدا ان انتوا تعملوا الوصفة دي من جمالها. سهلة وبسيطة وما بتاخدش وقت، وكمان مش مكلفة. يعني ما شاء الله عاملين لنا 6 اطباق والكمية بتاعتها تحفة. مش قادرة اقول لكم على جمالها وطعمها، بجد لازم تجربوها. ولو جربتوها مرة مش هتبطلوا ابدا ان انتوا تعملوها. شايفين بقى طبقات المانجا عاملة ازاي؟ تحفة. القوام بتاعها مظبوط جدا. طبقة الكريم كراميل كده مش متماسكة بزيادة او ان هي خفيفة. فاتمنى يا رب ان انتوا تجربوها وتقولوا رايكم فيها ايه. ولو بتشوفوا قناتي لاول مرة اتمنى ان انتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم مني اشعار بكل فيديو انا بنزله. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، وصفة جديدة. مع السلامة.